ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هننزل فيديو جديد، بس كنت بقالي كتير اوي منزلتش فيديو عشان كنت في دروس وكده، فكنت متسحله عنكم خالص. فان شاء الله هنزل فيديوهات كل يوم وان شاء الله يعني. طبعا زي ما انتم شايفين صحيت من النوم ففطرت وصليت الظهر فين، فلقيت نفسي لقيت الدنيا بايظه خالص، المطبخ وكده، عشان كنا لسه عاملين اكل امبارح فكسلت اروق فتعبت يعني وكده. فجبت دلوقتي سلكة وجبت صابون وحطيته عشان نغسل المصفى وتحت المصفى عشان تكون الدنيا نظيفة معانا. زي ما انتوا شايفين اول حاجة فضيت المصفى. طبعا قبل ما انام لازم افضي المصفى عشان المواعين ما تكونش ريحتها وحشة يعني. وزي ما انتوا شايفين كده غسلت المصفى كويس جدا، وبعدين غسلت تحت المصفى والحيطة اللي عندها ودلقت مية عشان ايه المصفى تكون حلوة. دلوقتي غسلت المصفى وتحت المصفى زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجه طبعا لازم نغسل تحت المصفى والمصفى عشان ما تكونش ريحتها وحشه. ريحه المصفى وحشه يعني وكده. ان شاء الله اي فيديو يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولي كومنت يشجعني. ولو في حاجه عايزينها قوليلي في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها. فالتليفون عمل صوته فمسح كل الفيديوهات طبعا انا كنت مسجلاها. كنت عندي فيديوهات كتيرة وكنت هنزلكوا فيديوهات يعني، بس ايه الفيديوهات كلها اتمسحت. طبعا زعلت قوي فقلت اسجل فيديوهات تانية. وطبعا غسلت المواعين زي ما انتم شايفين كده، فكنت بغسلها. طبعا اهم حاجه لازم نغسل المواعين كويس عشان ما تكونش فيها يعني ما تيجي تغسلها حتى بعدين ما تكونش فيها حاجات وحشه. وطبعا اول حاجه بنلم الرخامه الاول عشان نلم المواعين انا عن نفسي كنت بحب ان انا اغسل المواعين الاول واخلص بعدها اعمل ايه يعني الرخامه وكده في الاخر. يعني اول حاجه المواعين، بس ماما قالت لي لا اعملي لمي الاول الحاجه اللي حواليك وبعدين اغسلي المواعين زي ما انتم شايفين كده. طبعا غسلت المواعين كلها. هي المواعين كانت كتيره قوي بس ايه يعني ما خدتش صراحه مني وقت وما تعبتش قوي يعني في المطبخ، بس ايه مش تعب يعني. طالما انتي بتعملي حاجه ولهي نفسك عن حاجه مش هتحسي بتعب. وطبعا زي ما انتم شايفين طبعا اهم حاجه اللي احنا نذاكر دلوقتي. انا في اولى اعدادي فلازم اذاكر كويس جدا عشان ما اجي اخش في تانية اعدادي حتى اكون جد يعني. طبعا انا مفروض يعني انا كنت في 6 ابتدائي ما كنتش بذاكر زي دلوقتي يعني. فطبعا احنا مفروض كنا يعني ايه مفروض اذاكر من دلوقتي جد 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 عشان خلاص احنا طلعنا على الصعب يعني. دلوقتي منهج جديد فصعب عليا. طبعا اولى اعدادي بعدها تانية اعدادي تالتة اعدادي شهادة طبعا وبعدها ثانوي. فطبعا من دلوقتي لازم نحدد احنا هنعمل ايه يعني ايه. انا هذاكر كويس عشان اكون حاجة انا عايزاها، ولا ما ذاكرش عشان ما اكون اي حاجة وخلاص. اي حاجة مثلا ما اشتغلش شغلانة كويسة. لا طبعا لازم نذاكر حلو قوي عشان نشتغل شغلانه كويس. مش كل الناس دلوقتي بتندم على اللي هي يعني انا لما اكبر لو ما ذاكرتش دلوقتي هكبر هندم ان انا ما خدتش الشهاده ليا. فطبعا زي ما انتوا شايفين غسلت المواعين كويس جدا خلصت. طبعا كنت متاخره على الدرس فرحت كنت عايزه معاكم تريديوز مي طبعا وصورت معاكم الحته دي، بس المشكله دخلت خدت دش بس ما عرفتش اصورلكم الاوتفيت لما اخلص. بس ان شاء الله هديها لكم لما اجي نروح درس او كده. ان شاء الله الفيديو هينزل لكم يوميها، ان شاء الله هينزل لكم يوم الخميس او ينزل لكم يعني النهارده الخميس، وان شاء الله هينزل لكم بالليل لما اجي مدرسة ان شاء الله يعني. طبعا مسحت الرخامه زي ما انتم شايفين كده، ولازم اشطف الحته كذا مره عشان اعرف امسح الرخامه يعني كويس. بصوا طبعا كملت بقية المواعين. طبعا ما مسحتهاش بس انا كنت بلم الحاجة اللي الردة والحاجات اللي على الرخامة دي يعني. طبعا امبارح كنت ورايا درس وكنت طبعا مرهقة قوي جيت بالليل يعني وكنت تعبانة شوية. والجو بقى اتعدل الايام دي بس ايه الجو حر شوية فبتزيكي ارهاق.
طبعا لازم نذاكر كويس جدا عشان نكون شاطرين وكده يعني. طبعا انا رايحة ادرس هوريك الروتين اليومي بتاعي، وان شاء الله هنعمل فيديوهات كتيرة في الدراسة، يعني ان شاء الله المدارس خلاص قربت كام يوم والمدارس هتبدأ، فان شاء الله هوريك كل يوم انا رايحة المدرسة بصحى بعمل ايه اول ما بصحى والكلام ده كله. طبعا اول يوم او اول اسبوع لازم اروح، فمش عارفة صراحة علينا، يعني انا مش بروح المدرسة كل يوم عشان مش يعني المدرسة بعيدة عني قوي، يعني بعيدة عني فمش هعرف اروحها كل يوم يعني لوحدي. طب انا بروح مدرسة لوحدي عشان مش يعني اخويا الصغير مش معايا ولا كبير، كبير في تالتة اعدادي فمش بيكون معايا في المدرسة، مولوش مدارس يعني. طبعا لو عايزين حاجة اعملها لكم قولولي في الكومنتات وشجعوني وانا اعملها لكم ان شاء الله. طبعا انتي غسلت الرخامة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دلوقتي كنست الارض زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجة لازم نكنس الارض وتحت البوتاجاز من هنا. اول حاجة شلت الحاجة اللي على البوتاجاز كلها وغسلت البوتاجاز. طبعا مستر شاهين ده تحفة يا جماعة بجد، دي تحفة سحر، يعني بنرشه على البوتاجاز بينزل كل حاجة كل حاجة، طبعا لازم نغسله، ده اهم حاجة. زي ما انتوا شايفين كده بغسل اهو، بغسل العين واحطها فوق. طبعا انا حطيت الطرحة كده عليا عشان خايفة طبعا الطرحة بيضة، فلازم كنت البس سودا كنت مش لاقيها يعني وكده، فلبست دي وخلاص. ان شاء الله هنزلك فيديوهات كتيرة في الدراسة وكده. طبعا كنت بقالي كتير اوي منزلتش عشان كنت بقى بجيب كتب، والنت عندنا كان لسه ما اتجددش، وكان يعني ايه حصل حاجات كده كتير غير ظروف، يعني حصل لي ظروف كتيرة. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.
طبعا غسلت الارض كده، جبت مقشه وحطيها، قصدي جبت جرد وحطيت فيه صابون اسمه ده، حطيت صابون وبتاع ده، صابون وكلور، وجبت مقشه وقعدت ارغي كده. بعدها قلت ايه عشان اغسل الارض. بصوا لازم ندعك الارض كده. طبعا رحت جبت ميه كده ودلقت ميه. طبعا مش عايزه كنت ادلق كتير كده هنا عشان ما، بس زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده رحت جريت الارض. بقى حاجه لازم ندعكها عشان الحاجات اللي فيها ما تكونش موجوده يعني وكده. شدت الميه اهو زي ما انتوا شايفين. جريت الارض طبعا بمساحه زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين. وبرضك عملت هنا كده عشان انت اللي ما عملتش هنا يعني وكده. طبعا زي ما انتوا شايفين خلصت. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ننزلكوا فيديو فرايدي.